بالله ده منظر كلمه مسج. كل ده فلوس باشا داخل الفلوس فجأة دي يجي معاه. قبل طبعا ما اخواتي بتخش تتفرج على الفيديو، طبعا يا شباب قبل ما تقول الفيديو نزل مش في وقته ونزل متاخر، لا الفيديو مقصود، واصلا يعني كمان يعني في مفاجآت في الفيديو جامده، ولما تخش الفيديو هتفهم المفاجآت اللي فيه وهتلاقي في حاجات جامده ليك جدا. واصلا الفيديو معمول على نظام ميمز على البدله. سيبك من المشاهده بتاعه. السلام عليكم ازيكم يا فراعنه، عاملين ايه؟ طبعا النهارده فيديو جديد. طبعا تقدر تشوفني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تخليش طبعا عليها يا صديقي بلايك الجميل، وما تنساش تصلي على النبي. طبعا بقالنا كتير ما طلعناش من جوه الغرفه عندي، تمام؟ طبعا عشان بحدث في السيت اب، طبعا محدث تصوير، يعني بحاول اغير الدنيا، حتى اكيد باين كاميرا مختلفه، يعني يكون مختلف، كل حاجه بتتغير. طبعا الفتره اللي فاتت عشان ما كنتش بعرف اطلع فيس كام، عشان كان معايا التليفون اللذيذ ده تليفون تاني، برضه شويه حاجات. وطبعا في تغيير طبعا سيت اب، وفي تغيير حتى في الغرفه نفسها، تمام؟ بس طبعا مش هنسرع بالاوقات. المهم يا اخويا المسيري صاحبه حقيقي، طبعا هتلاقوني سايب لكم لينك القناه بتاعت التيك توك بتاعته عندي في الوصف، تمام؟ واسيب لكم صورتها على الشاشه برضه، تمام؟ يا ريت طبعا خشوا بتاعت تمسي عليه تقول له بيمسي عليه. المهم يا شباب بيقول لي في بدله اكس نزلت جديده، وانا بقالي فتره كبيره ما فتحش الحساب عشان كنت تعبان وعندي شويه شغل وعندي شويه دوشه كده كنت بعمل، حتى برضه كنت بغير في السيت اب وبظبط كده شويه حاجات. ان شاء الله هنرجع، بس بقى انا مش ناوي اقطع ورا نازل، لا ان شاء الله نازله طلعه واحده باذن الله. والمهم عشان ننجز في الكلام، طبعا بغير شويه حاجات وهتشوفوا تغييرات النهارده في الفيديو جامده، حتى في تغييرات هنا في تغييرات هنا في الكلام ده. طبعا يا اخويا معلش عليا، طبعا اهم شيء صلي على النبي. طبعا لو انت مشترك اشترك القناه وفعل زر الجرس، ده اهم شيء عند اخونا، تمام؟ يعني ده اهم شيء لاخوك. طبعا كل يوم بطلع لايف عندي على التيك توك من اول الساعه 11:30 من اول النهارده باذن الله. شكل التيك توك اهو على الشاشه، بتعمل فولو جميل هناك، تمام؟ طبعا اي حاجه بتنزل كواليس، اي تسريبات، اي حاجه بالفيديوهات او اي حاجه عاوز اخد رايكم فيها، بتبقى عندي على الانستجرام. ده الانستجرام بتاعي الجديد يا شباب، هتلاقوه على الشاشه. واي حد هيدخل 10 تنفار من صحابه يشتركوا في القناه ويكتبوا اسمه ويروحوا يعملوا فولو على الانستجرام، هديله رويال باس. يعني دخل بس صحابه اشترك هنا تعمل فولو الراي بتاعهم على الانستجرام فقط لا غير. هكسبه في الليلتها رويال باس، وبعمل عجلات حظ على شدات وعلى رومات عندي في اللايف الساعه 11:30 بالليل بالظبط. يلا بقى نخش نشوف البدله الجديده ونشوف الحساب اللي حصل فيه ماله وايه دنيته، يعني هنعمل ازاي. يلا بينا نروح على الفيديو، يلا بينا. طبعا ده مش واخدين بالكم من حاجه جديده كده، تظبيط بقى وايه وترويق حال. قولوا ايه رايكم اخلاق؟ بصوا بالامان ايه رايكم معايا؟ طبعا ايه ار جي بي متحرك بقى وايه وشغله سرد، لازم انت افتح اللعبه. بصوا هفتح اللعبه معايا افتحها معاكم اهو. بصوا على الله ان شاء الله زي ما بيقولوا، على الله يا اخواتي ان شاء الله. يعني بصوا معاكم يا اخوات، خشوا شوفوا اللعبه. والمفروض يعني تطوير الانفور تاثير دامج، واقفه على حاجه على قد كده، حاجه هبله والله، ولا فتحت السيزون حتى هم. ده انا ورايا شويه شغل، ده انا مصور فيديوهين في العشوائي زي العسل. المفروض كنت في فيديو بمنتجه واتفاجئت بالفيديو اللي انا بصوره ده دلوقتي، اهم حاجات جامده. طبعا في فيديوهات بتنزل على توك برضو كل يوم يلا بينا بقى نخش بقى على الجيم لوب. نفتح ايه عندك يلا بتاع السيزون. بس يا جماعه اللعبه عماله تنزل في بيدا، بتنزل في حاجات مفيش فلوس يا ببجي، مفيش فلوس يعني مفيش والله بالمعنى. كل اتفرج عليها انا فاهم يعني لسه مسير عندك لسه. طبعا ما اتفرجتش ولا على ماكلارين ولا صورت على الكلام ده خالص. الجامد انا والله حسيت زي ليله الرويال باس والله العظيم. ده المسيري فتح عليها بس كده عنده الفتحه المضمونه. لو فتح ايه انا كمان معايا فتحه، لو فتح ده افتح ب 60 شهر يا بلاش. بصوا يا شباب للاسف الشديد طبعا غير اللبسه مش عجباني، بدايتها مش عجباني يا عم. شكرا تسلم ايدك معايا. للاسف الشديد طبعا يعني يا نهار شوفي انا معايا غير بدلتين 1 2 3 4 5 6 7 بدل مش فاتح عليهم، ما معيش غير بدلتين يوم. بس صراحه الاربعه معايا توب يعني. انا لو يا ربنا يقدرني انا عاوز اوصل للانفرعون، لو بقى ليفل 4 هيبقى في حته ثانيه بالمعنى الحرفي. انا يعني معايا مترجليه واحد معايا يصلي بينا النبي 74 عمله، بس عشان ارفعه بس ليفل 2 محتاج يصلي بينا النبي قطع الذهب الماتيريال حلو. وبص هو المشكله في قطع الذهب او الماتيريال على حسب حظك بقى، احنا حظنا يودينا على المهم. طبعا كده الفرعونه معايا ليفل 1 زي الفل، مش محتاجه اعلى من ليفل 1. ليفل 1 الفرعونه عندي زي طبعا. نشوف بقى العروسه الجديده دي ممكن تطلع وممكن ما تطلع. انا لو طلعت وانا بفتح خير وبركه، ما طلعتش وانا بفتح وربنا ما هجيب. المهم الانفور دلوقتي انتظروا بقى بكره تلاقوا الانفور تاثير دامج، وهتلاقوا السيزون فتحته المسير. انتظروا بقى المفاجاه اللي انا بقول عليها، انتظروا ان شاء الله لحظه هو بيجيب حبيبتي الجماهير. وطبعا لو اي حد قال لي انت صبرت الاخر ما فتحهاش ليه، اقول له بقى في الفيديو اللي عشان ايه اللي ما جابهاش يعمل زي ما انا عملت. ليفل 2
اعتبر الليفل 2 عشان تقوم من على الكرسي، تقوم من القعده دي. ليفل 3، ليفل 4 كلمه كتاب الله. ده منظر كلمه كتاب الله. ده منظر كلمه زي ده بقى لما تخش اللوبي. يعني انا ايه بالبتاعه دي؟ استفدت ايه؟ انت استفدت ايه اللي انت تقعد توقع كل ده فلوس عشان كده؟ ده انت تبقى راجل تافه. وكتاب الله كده ده ماكس يعني، وكده ده ماكس. وممكن اختار دي. صلاتي هي بابجي انت صاحيه وانت بتنزلي اللبسه دي ولا ايه كلام الضحك ده؟ شايفين يا شباب؟ شايفين الفرعون؟ بصوا لما يخش اللوبي باشا داخل فلوسك اللي انت بتعدها هبه داخله اللوبي، مش نوال داخل. ايه ده كمان؟ ده انت كمان في داخله زي ممكن تخش بيها اللوبي. ايه ده جامده. ايه ده لا ساعتها لما نوصل للمرحله دي نبقى ناخد راي الناس. لا ده انا اكيد هطور ابقى فاتح لايف اكيد. دي حاجه مقدسه، دي حاجه عندي مقدسه خلاص تمام. حتى الاضاءه اللي هنا انا مش مشغلها، مشغل على اضاءه الاوضه واضاءه الكاميرا والله تمام. حتى هظبطها في المونتاج عشان بس ننجز، عشان احنا ننزل فيديو. اتفرج بقى البدله دي معاها ايه تاني. فينك يا عروس المود؟ على عروسه المود. شكرا يا باشا. شوف يا باشا هي معاها دي معاها السلاح الغريب. طبعا بابجي موبايل كذا مره تنزل حاجات حلوه. الشنطه انت ليفل 1 ليفل 3 جامد يا اسطى. جامده في الرقصه يا اسطى والله بصور يا اسطى معلش. دي جامده. الرقصه دي افخمهم. دي لبسه معايا يلي يعني بامانه الله. انت دي تفتح البدله تجيب اللبسه الحلوه دي، الطاس احلى منها والله العظيم. الطاس احلى منها. طاس سموك البتاع ايه ده هم فوق مش حاطين اصلا اطار. والباراشوت بتاعه ده الباراشوت لما تبقى بتنزل من اللوبي. او ده تختار ده. لا انا ممكن لو طلعت لي الباراشوت ابقى انزل دي كده. طبعا دول ما تبصش عليهم اصلا يعني هتضيع وقت. طبعا كار ثابته ملهاش اي عازه يعني. بص هم بالباقي بيقول للناس ايه بالحدائق انت عشان خاطر تجيب الماتريالات. طبعا حساباتي تقيله قوي مش ناقص بدله يضطر يجيبها. لكن انا استفدت حاجه؟ ما استفدتش حاجه خالص يا شباب. يعني انا مش هستفاد غير الذهبيات والكم ماتيريال بيني وبينه. لكن انا ارشح حد يفتح على البدله دي لا يا عشان والله حتى وانت بتبيع الحساب دي مش هتبدل تكسب الحساب. ولكن ملهاش منظر ملهاش بتاع. عشان انا بشتري وببيع. اي حد هتروح تبيع حسابك عنده او تشتري حساب وانت بتشتري هتتغفل وانت بتبيع هتتعوض. انا بقولها لك لوجه الله. احنا بقى انا عاوز اشوف الغالي او الام 20 ده الام 20 تزرو. ممكن واحنا بنجيب المفاجاه دي يجي معاه باذن الله. ادعوا لي بس عشان انا هغرم رقم محترم ورب العباد. المره دي بس الناس دي اللي بعتت لي